السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بإيدك. عندك شقة؟ دي أول جملة بتتقال لأي شاب عاوز يبتدي حياته ويتجوز ويستقر. والسؤال هنا زي ما كلنا عارفين بيكون غالبا السؤال الأساسي اللي هيحدد مصير الجوازة. لو هيبقى أهلا وسهلا بالعريس ونبتدي نتفاهم في التفاصيل التانية. أما لو كانت إجابتك لأ، ما عنديش شقة، يبقى رد أهل العروسة غالبا برضه هيكون لأ. زمان كان معظم الناس بتسكن في بيوتها، والشاب اللي لسه بيبدأ حياته وما عندوش إمكانيات يمتلك أصلا بيت مستقل، بيطلع دور كده في بيت العيلة ويعيش فيه خلاص. وكان نادر قوي قوي إن حد يعيش في شقة إيجار، لدرجة إن المستأجر الدايم لما كان بيقرر إنه يسيب الشقة كان المالك بيصوت، لأنه مش عارف هيجيب منين أصلا مستأجر تاني. من أوائل الثمانينات بقى بدأت فكرة إن الشاب يتجوز في شقة ملك دي صعبة جدا، إلا بقى لو كان وارث أو بابا وماما اشتروا له الشقة. وسنة ورا سنة فضلت أسعار الشقق تزيد، والنهاردة امتلاك شقة أصبح بالنسبة لكتير من الشباب حلم فعلا الوصول إليه تقريبا شبه مستحيل. يمكن مفيش اتنين يختلفوا إن أسعار الشقق النهاردة بقت نار، بس السؤال يا ترى ليه؟ وهل ممكن نحل المشكلة دي ولا لأ؟ ولو في أمل فإزاي؟ الإيجار القديم والإيجار الجديد. زمان كان قانون الإيجار بيدي الحق للمستأجر إنه يفضل في المكان اللي مأجره على طول، وكان بيتكتب في العقد في بند المدة مؤبدا وقابلا للتوريث وبنفس القيمة الإيجارية. وفي سنة 96 صدر القانون رقم 4 المعروف بقانون الإيجار الجديد، واللي خلى مدة عقد الإيجار محددة وقابلة للتجديد. لو حبينا نلخص أهم أسباب الزيادة الرهيبة في أسعار العقارات والشقق في الكام سنة اللي فاتوا، فممكن نختصرهم في 7 أسباب رئيسية. السبب الأول العجز بين العرض والطلب في السوق العقارية عامة، ويمكن ده هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، لأن تجارة العقارات زيها زي أي تجارة بتقوم على العرض والطلب. لو المعروض كتير والطلب قليل الأسعار بتنزل، أما لو المعروض قليل والطلب كتير فالأسعار بالتالي هتزيد. واحنا في مصر طبعا نعتبر من الحالة التانية، عرض قليل وطلب كتير، لدرجة إن الفجوة ما بين العرض والطلب سنويا بتوصل لحوالي 500 ألف وحدة سكنية. وطبعا المستثمرين في العقار بيحاولوا يحافظوا على الفجوة دي علشان تفضل أسعار العقارات عالية ومكاسبهم تزيد. السبب الثاني ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للبناء وبشكل مبالغ فيه، وده اللي بيخلي الناس كتير تلجأ لأسباب غير قانونية زي البناء بقى على الأراضي الزراعية أو تطلع لها دور مخالف، ومش مشكلة بقى العمارة تتهد على رأس الناس، المهم يكسبوا وخلاص. السبب الثالث زيادة أسعار مواد البناء بشكل غير طبيعي، من طوب بقى وأسمنت وحديد مسلح. أيا كانت أسباب الزيادات دي احتكار بقى أو سعر دولار أو غيره، في الآخر محدش بيتحمل الزيادة دي غيرنا احنا المشترين، لأن كل حد في سلسلة بناء العقار هيحملها للي بعده لغاية ما حضرتك تشيل الزيادة وبالهنا والشفا. السبب الرابع زيادة أسعار البنزين والدولار، فكل ما البنزين زاد أسعار النقل بتزيد، فتكلفة النقل لمواد البناء بتزيد، فتكاليف في الشقة في الآخر بتزيد، فسعر الشقة في الآخر برضه هيزيد. نفس الحكاية بالنسبة للدولار اللي زيادة سعره بتأثر على كل أشكال الصناعة والتجارة، وإن كنا دقيقين فهو انخفاض قيمة الجنيه. السبب الخامس بقى تسقيع العقارات، والتسقيع ببساطة معناه إن الواحد يشتري قطعة أرض أو شقة أو عقار مش عشان يسكن فيهم أو يأجرهم، إنما بس عشان يسيبهم كام سنة كده أو كام شهر لغاية ما سعرهم يزيد، وبعد كده يعيد بيعهم ويكسب فيهم. طبعا التسقيع ده بيساهم في إن المعروض في السوق بيقل والأسعار هتفضل تزيد زي ما قلنا من شوية. السبب السادس إن مفيش لغاية دلوقت أي سياسات تضبط أسعار سوق العقارات،
وكل ما حاجه متسابه العرض والطلب، فبنلاقي مستثمرين وسماسره كتير بيستغلوا جهل معظمنا بالعقارات ويزودوا اسعار الشقق بشكل خيالي علشان مكسبهم يبقى ضعفين وثلاثه واربعه، وفي داهيه بقى اي حاجه تانيه. في كتير من أسباب غلاء الشقق والعقارات ما نقدرش إحنا كأفراد نغيرها، لأنها مرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي والمحلي، بس في أسباب تانية نقدر نأثر عليها، وده هيخلي سعر الشقة يقل للنص تقريبا. طيب إزاي نعمل ده؟ قبل ما أقول لك إزاي، خلينا أوضح لك إن الفرق بين سعر الشقة وتكلفتها الحقيقية كبير جدا، لأن مفيش للأسف معايير نقدر نحدد بيها أسعار العقارات، فبيفضل المشتري مش قادر يحدد سعر العقار والفرق ما بين سعره وتكلفته الحقيقية. طيب إزاي نعرف تكلفة الشقة الحقيقية؟ هات لي بقى ورقة وقلم يا باشا وركز معايا. هات البرج أو العمارة اللي فيه الشقة أو المحل واعرف لي مساحته واكتبه في ورقة. اعرف عدد الأدوار العمارة واكتبها لي برضه في نفس الورقة. متوسط تكلفة المتر الواحد للتشطيب بأسعار النهاردة شامل الواجهات الخارجية والمداخل والأسانسيرات والتراخيص وخلافه 1000 جنيه للمتر. وده تسليم معظم الشركات النهارده على فكرة. تشطب بتسلمك شقتها وتشطبها انت بمعرفتك عادي. هات لي بقى الثلاث ارقام دول واضربهم في بعض، والرقم اللي هيطلع لك ده كله تكلفة المبنى بدون أرض. تعالى بقى اسأل لي على سعر متر الأرض في الشارع واضربه في مساحة الأرض، وبكده انت تكون عرفت سعر الأرض النهارده كام. هنجمع بقى تكلفة المبنى اللي احنا جبناها من شوية زائد تكلفة سعر الأرض، تبقى انت كده عرفت تكلفة كاملة للمشروع واللي تقدر من خلالها تعرف تكلفة شقتك. طبعا مش مطلوب من صاحب العقار انه يبيعه لك بسعر التكلفة، لا طبعا، لان ده اكل عيشه ولازم يكسب منه. لكن يكسب قد ايه؟ لما يكسب 20% ويا سيدي و30% فده مكسب طبيعي ربنا يبارك له. لكن اللي عاوز يكسب في الشقة 200% ويبيع الشقة بضعف او ضعفين سعر التكلفة، فدول ناس مستغلة، ولازم ما نسمح لهمش يستغلونا. علشان كده كان لازم نلاقي حل علشان الناس تقدر تتملك شقق بسعر التكلفة بعيدا عن استغلال المستثمرين وتجار العقارات.